السلام عليكم. وصفتي لهذا اليوم هو موهيتو الليمون بالنعناع. راح أقشر الليمون وبعدها راح أقطعه. بعد ما قطعت الليمون هنا حبيت أوضح لكم الفرق بين النعناع والريحان. بوصفتي هذه أنا استخدمت النعناع. أكيد النعناع تكون نكهته أقوى وطعمه أطيب من الريحان. عندي هنا السكر، راح أضيف 3 ملاعق كبيرة من السكر، وبعدها راح أضيف كوب من الماء. راح أشغل الخلاط، ما راح ياخذ من عندي وقت، دقيقتين وثلاثة ويكون جاهز عندي. وبعد ما يجهز عندي راح أصفيه حتى أحصل على مركز الليمون والنعناع. مثل ما لاحظتوا بنات ما أخذ من عندي وقت، طريقة تحضيره جدا بسيطة وسهلة. أكيد راح تحبون هذه الوصفة، جربوها على طريقتي وراح تستمتعون بأطيب موهيتو. طعمه جدا طيب ومفيد ومنعش ويفيدنا بهذا الجو الحار. بعد ما ضفت قطع الثلج ضفت هنا الليمون والنعناع. بعدها راح أضيف مركز الليمون مع النعناع، وآخر مكون راح أضيفه هو المشروب الغازي. وصلنا لنهاية الوصفة، جربوها وقولوا لي شنو رأيكم بيها. في أمان الله.